صباح النور وصباح الياسمين، شان نهاركم زين. اليوم عملنا هكا روسات زمنيه لكن مختلفه شويه على العاده، واكيد راكم تستغربوا من لون النوار اللي تشوفوا فيه في الملاوي، لكن هذاك حبيت نقول لكم راهو زيتون اكحل مرحي معناها بالزيت الزيتونه، والكون تاعو الله صلي على النبي. وبالنسبه لهذه الملاوي نتاعنا شوفوا كيفاش مورقه وهشوشه، نودكم من شهيكم. وهذه ديجا الفرس نتاعنا الملاوي ديجا بالبصل والثوم، حاجه بنينه برشا برشا برشا. وعندنا ديجا بسم الله هذه اللي عملناها بالهريسه والصوص اللي عندها طوماط فريش اللي عندها الصلاه والموتزاريلا والتون. ان شاء الله تجربوا روسيتو تعجبكم. ننتقل مع بعضنا الى المقادير وكيفيه التحضير. صباح النور وصباح الياسمين، ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والهناء. اليوم بعضنا ان شاء الله باش نعمل وصفه زمنيه تحبوها توانسه الكل. لكن قبل ما نبدا الفيديو نتاعي نحب نبدا بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكانك اول مره تزور القناه نتاعي القناه نتاعي فضلا وليس امرا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. لكن قبل ما نبدا الفيديو نتاعي نحب نقول لكم معناها سي فغي معناها عندنا غيبه طويله صافي لونطون، لكن ان شاء الله ان شاء الله المره هذه بقدره ربي نحاول معناها لو ماكسيموم انه ما عادش نطول الغيبه. وقبل ما نبداو الفيديو نتاعنا نحب نقول لكم راهو اللي الريسيت نتاع اليوم سي فغي هي ملاوي تونسيه، لكن بطريقه جديده وحشوه مختلفه على اللي تعرفوها كومبليتمون، حاجه بنينه ومختلفه على العاده. والاهم من هذا كل انها بنينه برشا برشا، وعلى ذمتي بقدره ربي تجربوا الروسيت وما تندموش. هذاك علاش ديجا اول حاجه خذيت هوني عندي نقرب لكم الكاميرا بسم الله. خذيت هوني كيلو سميد ارتب مع ارتل فرينه ديجا معناها نخلطهم مع مغرفتين سكر ومغرفه نتاع ماكله ناقصه شويه ملح. بالنسبه لهوني تنجم معناها تستعمل بيتخان عجينه وبيان معناها تستعملوا عادي نعجنوا بيدينا ما ثم حتى مشكل. توا ديجا باش نعجن البات نتاعي ونوصل القوام اللي حاجتي به، نوريه لكم كيفاش حاجنا بها بالضبط، وننتقلوا للمرحله الاهم واللي هي المرحله المواليه انها تحضير الحشو، لكن حاجه جديده ومختلفه. وهنا كيف تشوفوا بعضنا سي بعد ما كانت حضرت البات نتاعي بسم الله ما شاء الله. تلاحظوا قرب لكم الكاميرا ماهيش طريه برشا، دهنتها بقطره زيت وتوا باش نحطها في ساشيه ليمونتير ونخليها ترتاح وننتقل باش نحضر الحشوه المواليه. وهنا كي تشوفوا بعضنا تلاحظوا مليح اللي هوني عندي ربطه نتاع بصل اخضر، وعندي كيف هوني زيتون اكحل مقصوص، وعندي الاخضر لكن انا باش نستعمل الاكحل هوني. توا شنو باش نعملوا؟ باش ناخذ البصل نتاعي باش نغسل معناها باش نغسله مليح ونقصه هكا طرونشات جويده، ولا اله الا محمد رسول الله. من بعد باش نشوحه في قطيره هكا زيت ورشه خفيفه نتاع ملح وشويه كليل، واللي يحب يحط الفلك اللي يحط واللي ما يحب سي با لابين. وبالنسبه للزيتون ما عادش نغسل الزيتون نتاعي من بعد باش نرحيه ونصب عليه قطيره زيت زيتونه باش يولي لي معناها هوموجين وميلونج، معناها باش كي انا نفرد الملاوي نتاعي معناها باش نجم يطوعني وتجيني الكعب نتاعي مرتوبه وبنينه او ميم طون وما تتقطعش. وهنا كي تشوفوا بعد ما غسلت البصل نتاعي وقصيته حطيته في هكا في قلايه هكا، حطيت قطيره زيت ابيض، رشه ملح خفيفه وهكا رشه خفيفه فلفل اكحل وكليل اخضر. تو باش ندبلها مليح من بعد نخليهم بجنب الزيتون اللي رحيتوه بزيت الزيتون. وكيما تشوفوا هون ديجا معناها البصل نتاعي بدا يتقلى، راني يخطر لي باش نزيد معناها هكا سنينات نتاع الثوم. نعرفوا اللي الثوم معناها ينكه برشا معناها الحاجه، وزيد هو انتيبيوتيك معناها وصحي ومغذي والبون تاعنا يجي ابل. وهنا كيما نشوف من بعد نسي كملت حضرت لي زانغريديون تاعي الكل. ديجا هون نوريكم معناها بسم الله ما شاء الله. هذه البات نتاعنا قسمت كويرات ودنتها هكا بقطيره زيت وخليتها هكا ترتاح، تلاحظوا فيه اللي هي معناها ارتاحت كوم الفوق ومعجونه مليح. هوني خديت عندي هريسه عربي ومعاها لاله محمد رسول الله صوص تاع طوماط هذايا فخيت طماطم خضراء، ومعاها رشه نتاع كليل اخضر باش نخففها بشويه ماء.
تولينا هكا صوص كيما تاع البيتزا. بالنسبه لهوني هذايا معناها الطن ديالي اللي بيول سبق معناها وحضرناه مع بعضنا. بسم الله ما شاء الله نوريكم معناها ديجا تشوفوا في لونه، وبليس البنه نتاعو بالحق بنين برشا برشا، بن ب 10,000 مره من تاع الشارع. هوني كيف هذا الزيتون الكحل نتاعنا كي ريحته بشويه زيت زيتونه. هوني عندنا زيت نتاعنا باش نورقوا به الملاوي. هوني عندنا جبن الموتزاريلا، وهوني عندنا البصل اللي متبل بالثوم والفلفل الكحل وشويه ملح. جست معناها راهو قطره زيت معناها شايح تشوفوا فيه معناها ماهوش مقلي في الزيت، ومعها شويه ملح لله محمد رسول الله، وشويه سنينات تاع ثوم. صدقوني كي تشوفوه راهو حتى وحده هكاك يتاكل بنين. معناها ديجا باش نعملوا بليزير فارس والجو معناها مختلف، لكن كل واحده ابد من الاخرى وعندها معناها الحمد رسول الله جو معينه سبيسيال. وتو ننتقلوا مع بعضنا باش نبداو نحضروا كعبات الملاوي نتاعنا، وتشوفوها كيفاش مورقين خفيف ويتقرمشوا وبن على بن. اللهم صل على النبي. ديجا هوني خديت اول كويره نتاعي بسم الله، ديجا هكا فردتها فوق البلان دو ترافاي نتاعي، عملت قطيره زيت بسم الله ما شاء الله. ديجا تلاحظوا لي معناها ماذا بينا البات معناها نحلوها رقيقه بريسك الرخامه تظهر، البلان دو ترافاي نتاعنا يظهر. توا ديجا هكا دوب ما مسحتها بقطيره زيت. هوني باش ناخذ معناها شويه الزيتون وباش نمسحها به، ومن بعد كان نلوي الملاوي نتاعنا، واحده باش نعملها بالزيتون الاخرى بالبصل الاخرى كيما صوص البيتزا بالهريسه العربي باش نعمل بليزير جو. وهون ديجا معناها خديت هكا الزيتون نتاعي فردته على الملاوي. بالحق بسم الله ما شاء الله الريحه بنينه نتاع الزيتون ومع الزيت زيتونه بالحق بنينه محلاها. توا باش نلويها لله محمد رسول الله ونخليها ترتاح. هي ديجا معناها الثانيه الاولى تلاحظوا لي قداش ترونسبارونت البات باش تجيكم هشوشه وتتقرمش وبنينه. باش نكمل معناها نسكر هذه فوقها، ومن بعد نروح كيما معناها عادي كيما لله محمد رسول الله. بالنسبه للملاوي نجموا نعملوها معناها مربعه، وبيان نعم بعد ما نلويوها معناها نقرصوها ونعملوها مدوره كل حاله زو. كيما نشوفوا هوني ديجا سي بعد ما كملت هكا سكرتها انا عاودت طنتها بقطيره زيت باش تجيني مشخشخه بالزيتون. اللي يحب معناها البارتي اللي خليه ما يحطش فيها زيتون هو حر، لكن انا حطيت فيها نحبها مشخشخه باش يجيني الكو تاع زيت الزيتونه والزيتون الكحل ياسر بنين. وتوا هذه كعبه الملاوي نتاعنا اللهم صلي على النبي شبيبه محلاها باش نخليها ترتاح لو طون نحضر الكعبات الاخرين. هذه الكعبة الثانية كيف معناها بنفس الطريقة، لكن حطيت فيها البصل والثوم. تو باش نرولاها ونخليها ترتاح ونكمل معناها الاخرين كل بنفس الطريقة. وهنا هذه ديجا عملتها معناها بالصوص والهريسة معناها والجبن موتزاريلا والطن. تنجموا تحطوا زيتون لكن دو بريفيرونس يكون الزيتون مرحي على خاطر نعرفوا معناها كي باش نحطوها دي غونديل البات معناها رهيفة باش تتقطع لنا، دو بريفيرونس ما نحطوش. كيف تشوفوا سي بعد ما ارتاحت الملاوي نتاعنا فترت الكعبه الاولى باش نحطها التيب باش نطيبوا الكل هكا معناها كعبه فترها شويه شويه ونحطها التيب وشوفوا مع بعضنا النتيجه النهائيه في صحن التقديم ان شاء الله. كيف تشوفوا بعضنا سي بعد ما حطيت هكا معناها حطيت الطاجين نتاعي فوق الغاز يسخن جست هكا دوبا مسحته ابين بقطيره زيت وحطيت الفطيره الاولانيه التيب. هذه الفطيره الثانيه نتاع الطن ديجا معناها باش نكملهم الكل واحده واحده. كما تشوفوا هنا بعضنا بسم الله ما شاء الله مصلي على النبي الملاوي نتاعنا مشخشخه وبنينه برشا بالحق. مطعم الجو تاع البصل والثوم كيفاش مشوح ومفوح يعطيها بنه غير عاديه ومورق لهم هذا كلنا ماشي مرغده مورقه وخفيفه. ديجا كما تشوفوا هوني الملاوي تاعنا اللهم صلي على النبي منفشه تشوفوا فيها مورقه منظرها ندكم نشهيكم تبدا تجيب سله. ديجا كملنا معناها المحشيين عزومه لله حمد رسول الله الملاوي تاعنا ان شاء الله نكمل طيبهم الكل بسم الله. شوفوا ديجا نزل هكا عليها تلاحظوا مليح كيفاش تبدا مورقه ماهيش محروقه ان شاء الله. تو نرجعوا بعضنا في صحن التقديم. وتوا نص نهايه الفيديو نتاعنا اللهم صلي على النبي. معناها هذوما ديجا الملاوي نتاعنا حضرت ديجا هذوما اللي خليتهم خاطر ما شاء الله معناها الكعبه للتيب تتخطف تتاكل جاو بنان برشا. جيت حبيت نوريكم هذه بسم الله. ديجا هذه
اللي بالبصل. بسم الله ما شاء الله نوريكم، تجي الكعبة مورقة من داخل وبنينة. بسم الله تشوفوا فيها سخونة، اما الجون تاعها اللهم صلي على النبي. ديجا شوفوا فيها الورقة كيفاش هكا جيدة، والجون تاعها بسم الله اللهم صلي على النبي. هذه ديجا النوار شوفوا هذه بالزيتون الاكحل، دي جوست هذوما هما اللي خليتهم باش نوريهم لكم. هذه اللي عملناها بالصوص معناها والهريس العربي والطن والكل. بسم الله الكلهم بنين برشا. هذه المليوين تاعنا. بسم الله ديجا باش نقص لكم كعيبه. بسم الله شوفوا فيها كيفاش تبدا مورقه، تبدا الورقه جيده على الاخر وبنينه وماهيش لاصقه. ونودكم مشاهيكم ان شاء الله تجربوا الروسيت وتعجبكم. بسم الله ديجا باش ناخذ تتقص فاسيلمون. بسم الله بالحق ياسر بنينه وتحفونه. ان شاء الله تجربوا الروسيت وتعجبكم. وتوا بقى لي باش نخليكم في امان الله، الى ملتقانا في فيديو قادم. بسلامه.